في دورة أساسيات كالي لينكس. في درسنا هذا اليوم بإذن الله تعالى سنتعلم كيفية إضافة مستخدم جديد. لاحظ معي بالشكل التالي. سأقوم بفتح الترمينال بالشكل هذا، وسوف أقوم بإضافة مستخدم جديد إلى داخل الكالي لينكس. قبل ذلك سوف أقوم بعمل تكبير للخط بهذا الشكل 25 بهذا الطريقة أيضا، والدخول إلى الترمينال وإضافة مستخدم جديد. طيب، إضافة مستخدم جديد سوف نقوم بإضافة الأمر add user، ومن ثم نقوم بإضافة ماذا؟ المسار الخاص باليوزر. ولكن قبل ذلك لاحظ الآن عند إضافة مستخدم جديد مثلا باسم طارق بهذا الشكل، ليس لدي صلاحيات، أو سوف تظهر لي الرسالة التالية التي تنبهني بأن هنالك ليس لدي صلاحيات لعمل تغيير أو عمل إضافة لمستخدم جديد. إذا سوف أقوم بعمل sudo super user do بهذا الشكل، والأمر su switch user، والدخول بحساب روت بهذا الشكل. أقوم بإدخال باسورد كالي بهذا الشكل الافتراضي. الآن أنا داخل بحساب الروت، لاحظ بهذا الشكل الذي يحمل صلاحيات مطلقة. طيب، أول جزئية سوف أقوم بإضافة user add user بهذا الشكل، وإضافة المسار تاج مرتين home / home بهذا الشكل، وإضافة مستخدم باسم طارق بهذه الطريقة، وتحديد الاسم المستخدم. إذا اسم المستخدم طارق، والمسار الذي سوف يتم إضافة المجلدات الخاصة بهذا المستخدم طارق إلى هذا المسار. طيب، بمجرد أن أقوم بإضافة أو بالضغط زر أنتر بهذا الشكل، سوف يطالبني بإدخال الباسورد الجديد للمستخدم. سوف أقوم بإدخال 1 2 3 4 5 6، وأيضا ريتايب نيو باسورد 1 2 3 4 5 6 بهذا الشكل. طيب، سوف تظهر لي المعلومات التالية تطالبني أيضا بإدخال معلومات إضافية. في حال أردت إدخال معلومات إضافية أقوم بإدخالها. أنا حاليا لا أحتاج الفول نيم، أقوم بالضغط على زر أنتر. أيضا روم نمبر لا أحتاجه بهذا الشكل. ورك فون أيضا لا أحتاجه. الهوم فون أيضا لا أحتاجه. أذر أيضا لا أحتاجه بهذه الطريقة. طيب، الرسالة التالية is the information correct؟ هل المعلومات التالية التي قمت بإضافتها صحيحة؟ سوف أقوم بالضغط على زر الواي والتي تعني يس، والضغط على انتر بهذا الشكل. إذا تم إضافة مستخدم جديد إلى داخل الكالي لينكس. طيب، دعونا نعمل قراءة لملف ال etc password بهذا الشكل. هذا الملف يحوي على كافة المستخدمين أو اليوزرات الموجودة بداخل كالي لينكس، من ضمنها الروت أيضا، ومن ضمنها أيضا بعض الخدمات أو السيرفيسز الموجودة بداخل كالي لينكس بهذا الشكل. لاحظ تم إضافة المستخدم طارق بهذه الطريقة. جميل جدا. طيب، هناك جزئية أخرى سوف نقوم بعمل إضافة ماذا؟ إضافة صلاحيات السودو للمستخدم طارق. سوف نقوم بكتابة الأمر user mode، وتاج ال A والتي تعني append أو إلحاق أو إضافة، وأيضا تاج ال G group المجموعة التي أريد أن أقوم بإدخالها، سودو بهذا الشكل، واسم المستخدم الذي قمت بإضافته مسبقا والذي يسمى طارق بهذا الشكل. أقوم بالضغط على زر أنتر. لاحظ معي الآن تم إضافة الصلاحيات سودو للمستخدم طارق بهذا الشكل. طيب، في حال أردت استعراض الجروبز مثلا للمستخدم طارق بهذا الشكل، لاحظ معي الآن بمجرد كتابة جروبز طارق، لاحظ طارق أيضا المستخدم طارق سودو يوزرز الآن يعتبر من ضمن السودو، ولديه الصلاحيات الكاملة باستخدام السودو. طيب، أسوي الآن exit أو خروج بهذا الشكل. لاحظ معي الآن أقوم بمجرد الضغط على زر الباور بهذا الشكل، وعمل لوج أوت وتسجيل الخروج من الحساب الخاص بالكالي بهذه الطريقة. أقوم بإدخال المستخدم طارق وكتابة الباسورد 1 2 3 4 5 6، وأسوي لوج إن بهذا الشكل. سوف تلاحظ الآن أنه تم إدخالي بالحساب المستخدم الجديد والذي يدعى طارق بهذا الشكل. بمجرد أن أقوم بفتح الترمينال، لاحظ معي بهذا الشكل، أسوي بس تكبير للخط، وأقوم بتغيير السايز الخاص بالخط 25 مثلا بهذا الشكل، وأسوي أوكي بهذه الطريقة. تلاحظ الآن أنا بالحساب الذي يدعى طارق. بمجرد أن أقوم بكتابة الأمر ID لاستعراض الصلاحيات بهذا الشكل، سوف نلاحظ الآن أن المستخدم طارق يحمل اليو ID، والجروب ID أيضا طارق، والجروبز طارق، والسودو أيضا بهذا الشكل. بمجرد أن أنا أقوم باستخدام الأمر sudo switch user والتحويل إلى الروت بهذا الشكل، سوف يطالبني بإدخال الباسورد الخاص بطارق للتحويل إلى حساب اليوزر. بمجرد أن أقوم بكتابة الباسورد 1 2 3 4 5 6، لاحظ معي الآن تم إدخالي إلى حساب الروت.
والمستخدم طارق الآن يحمل صلاحيات السودو التي بإمكان أن يتحكم بالسيرفيسز الكاملة الموجودة عندي بداخل الكالي لينكس. إلى هنا انتهينا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.